امتى بقى الواحد يحس انه عمل استثمار عقاري؟ في العقار الاحساس انك عملت استثمار صح مش بيجي فجأة، لكن ليه لحظات واضحة جدا. هقول لك امتى بالظبط الواحد بيبدأ يحس انه فعلا عمل استثمار صح. اول حاجة، اول ما تشوف تطور على الارض، لما المشروع يبدأ يتبني قدامك وتلاقي المباني بتعلى كل شهر، ساعتها تعرف ان فلوسك اتحطت في مكان صح. تاني حاجة، لما بتسمع ان اسعار المنطقة بدأت تعلى، اول ما تلاقي الناس بدأت تسأل على المنطقة والمطورين الجداد بدأوا يدخلوا، تعرف ان القيمة بتعلى واستثمارك بدأ يجيب عائد من غير ما تعمل حاجة. تالت حاجة، لما يوصل وقت التسليم وتلقى الوحدة زادت قيمتها، انت اشتريت بسعر معين ومع التسليم بقيت تكسب فرق كبير، ده اكتر دليل ان الاستثمار اشتغل. رابع حاجة، لما الوحدة تبدأ تدخل ايجار ثابت، وده افضل حاجة. اول ايجار شهري يجي، هنا بجد بتحس ان عندك اصل بيصرف عليك، مش مجرد قرار شراء. خامس حاجة، لما تبدأ تفكر تبيع وتتفاجئ بالسعر اللي اتعرض عليك، تلاقي نفسك كسبان من غير ما تبذل مجهود، وده اللي بيميز العقار عن اي استثمار تاني. سادس حاجة، لما تبص ورا بعد كام سنة وتلاقي ان اللي اشتريته زمان بقى 8 ضعفين او 3، اللحظة دي تفهم معنى العقار ما بيخسرش على المدى الطويل. واخر حاجة، لما يبقى عندك اصل ثابت يديك امان نفسي، حتى لو ما اجرتش او ما بعتش، مجرد ان عندك وحدة ارض او محل بتحس انك واقف على ارض صلبة. امتى استثمارك العقاري تقدر تستثمر منه تاني؟ انتظرونا في الفيديو القادم، هنقول لكم ازاي استثمارك العقاري يجيب لك استثمار تاني.